ربنا ما بيجيبش حاجة وِحشة، كلمة على طول على لساننا، بس إن هي تبقى على لسانك حاجة، وإن هي تبقى يقين داخلي حاجة تانية. هاحكي لكم حاجة، حصل معايا مرّة موقف إن عميل كان بيشتري النهارده شقة حلوة ويالّا قرّبنا جدًا من closing الdeal وفجأة والعميل جاي خلاص يحط المُقدّم، أجّل البيعة، أنا هأجّل شوية يا محمد، ماشي، زعلان؟ طبعًا زعلت، sales ومحتاج أبيع عشان نجيب الtarget زعلت. فات شهر و2 و3 العميل ده رجع كلّمني تاني وقال لي: "يالّا أنا جاهز للتنفيذ." واشترى حاجة نسبيًا كانت أغلى من اللي هو كان هيشتريها من 3 شهور فاتوا، والحمد لله ربنا رزقني وقفلت الdeal. بعد ما ده حصل مرّة و2 و3 و4 و10 معايا على مَر السنين يعني اللي اشتغلت فيها في الreal estate، اكتشفت حاجة، إن فعلًا وعلى يقين ربنا رب الخير، ما بيعملش حاجة وِحشة، لإن الراجل ده اشترى في الوقت اللي أنا عايز فيه الرزق اللي هييجي لي من ورا البيعة، لإنه لو كان اشترى من 3 شهور فاتوا، كانت الفلوس هتتصرف، فلمّا ييجي الظرف اللي أنا فيه النهارده، ما كنتش هالاقي معايا فلوس. خلّي يقين داخلي جواك دايمًا إن ربنا فعلًا ما بيعملش حاجة وِحشة.